السلام عليكم. وصفة النهاردة كفتة بالوايت صوص أو الصوص الأبيض. طريقتها سهلة وسريعة، مش بتاخد وقت في التحضير، وأهم حاجة إنها اقتصادية من غير كريمة طبخ أو أي صوصات أو أجبان ممكن تكون غالية علينا ومش موجودة. إن شاء الله كل المكونات موجودة عندنا في البيت. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعملها إزاي. بسم الله. اول حاجة معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، فيها نسبة دهن من 15 ل20%، والدهن هنا هو اللي هيخلي الكفتة طرية وبيخلي طعمها حلو قوي. وهنا في طبق عميق حطيت ربع كوباية من اللبن وعليهم بيضة. ممكن تستغنوا عن البيضة ما تضيفوهاش، بس هي بتساعد على ان الكفتة تكون متماسكة وسهلة التشكيل، وكمان بتزود القيمة الغذائية. هخفقهم كويس قوي مع بعض لغاية ما يمتزجوا، وهضيف التوابل: معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، نص معلقة من البابريكا، ومعلقة من بهارات الكفتة او بهارات اللحمة. وهقلب كويس قوي لغاية ما كل المكونات دي تختلط ببعض. وهضيف دلوقتي نص كوباية من البقسماط الناعم او الفيجيتار، يعني حوالي 4 معالق كبار من البقسماط. وهقلبه كويس مع كل المكونات دي لغاية ما يتشرب السوائل ويكون بالشكل ده. وهضيف اللحمة المفرومة، وهضيف بصلة متوسطة قطعتها قطع صغيرة، قطعيها ناعم جدا او ابشريها بالمبشرة. وبعجن لغاية ما اللحمة تختلط بكل المكونات. اعجني كويس قوي مدة ما تقلش عن 5 دقايق لغاية ما تتأكدي ان كل المكونات اختلطت وامتزجت ببعض، والقوام يكون شبه قوام العجينة، وتبتدي تتكون خيوط رفيعة في اللحمة. دي الأنسجة، معنى كده اللحمة خلاص اتعجنت كويس واتسمغت زي ما بنقول كده. تمام، خلاص هوقف عجن وهغطيها وادخلها التلاجة ترتاح مدة 10 دقايق. وده عشان احنا في الصيف، لكن لو في الشتاء فبتسيبيها ترتاح مدة ال10 دقايق برا التلاجة. وطبعا اي كفتة بنعملها لازم بعد العجن وقبل التشكيل بنسيبها ترتاح مدة ال10 دقايق عشان سهولة التشكيل، وعشان ما تتشققش او تتفتح منك وانتي بتشكليها. وفي الوقت اللي الكفتة بترتاح هبدأ أعمل بطاطس بيوريه، بتتقدم في المطاعم جنب الكفتة، بيكون طعمها حلو جدا. معايا هنا 3 حبات بطاطس، سلقتهم كويس قوي وقشرتهم وهبدأ أهرسهم. لازم بتهرسيهم والبطاطس لسه سخنة عشان تتهرس معاكي بسهولة وتنعم. اهرسيها بالشوكة أو بهرسة البطاطس، أهم حاجة تهرسيها ناعم جدا. وبعد ما هرستها ونعمتها جدا واتأكدت ان مفيش اي بطاطس ما اتهرستش، اضيف دلوقتي فصين توم مفرومين ناعم جدا. التوم بيديها نكهة حلوة قوي. وبضيف معلقتين كبار من الزبدة. الزبدة كنت مدوباها على النار قبل ما بضيفها للبطاطس. لو ما عندكيش زبدة سيحي معلقتين سمن وضيفيهم بدل الزبدة، بس هي الاصل فيها الزبدة بتديها طعم خطير. وبضيف التوابل: نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وبضيف الملح المظبوط، واخر حاجة هضيفها ربع كوباية من اللبن. وبقلب كويس قوي البطاطس مع المكونات دي لغاية ما تمتزج بيها والقوام يكون كريمي وناعم. لو لقيتي ان لسه البطاطس محتاجة لبن تاني عشان القوام يظبط ويكون معاكي كريمي، ضيفي اللبن معلقة بمعلقة. ولو حابة تضيفي النكهات اللي انت عايزاها ممكن تضيفي نص معلقة صغيرة من الزعتر المجفف، او ممكن تضيفي شوية صغيرين من البقدونس مفرومين ناعم جدا. وكده تمام، البطاطس بقت جاهزة، ناعمة جدا كريمية وطعمها في منتهى الجمال. وهنا كانت الكفتة ارتاحت، هبدأ في تشكيلها. ومجهزة صينية عليها رشة دقيق هحط عليها الكفتة. وهنا باستخدام معلقة كده باخد من الكفتة عشان اخلي كل حجم كرات الكفتة قد بعض. وممكن من غير معلقة بايدك كده تتحكمي وتساوي الكفتة كلها تكون نفس الحجم. باخد القطعة في ايدي وبضغط عليها وببتدي بكورها. انا شكلت الكفتة بحجم متوسط مش كبير، يعني قد حجم الليمونة الوسط، بيكون شكلها حلو قوي. النص كيلو عمل معايا ما شاء الله 32 وحدة كفتة.
وهنا رفعت طاسة على النار وحطيت فيها 5 معالق كبار من الزيت، هسيبهم يسخنوا قبل ما بنزل بالكفتة. الأصل في الوصفة إن الكفتة بتتشوح في زبدة ومعلقة من الزيت، بس أنا هنا حبيت الوصفة تكون خفيفة واقتصادية وخفيفة على الجيب كمان. فلو انتوا حابين تستبدلوا الزيت بزبدة مفيش أي مشكلة، حطوا مكعب كبير من الزبدة ومعاه معلقتين من الزيت وانزلوا بالكفتة. بعد ما الزيت سخن نزلت بالكفتة، مش هقلبها غير لما تاخد لون من تحت. في المرحلة دي بهز الصينية خفيف كده، مش بقلب أبدا الكفتة. وأول ما بتبتدي تاخد لون من تحت ببتدي بقلبها على كل الجوانب عشان تاخد لون وتتشوح من كل ناحية. مش بتاخد وقت، دقيقتين وبتكون خلاص خدت لون من كل ناحية. بخرجها وبخلص باقي كمية الكفتة اللي عندي. لونها جميل وريحتها ما شاء الله قلب البيت. وبعد ما خلصت تحمير كل كمية الكفتة اللي عندي، تعالوا بقى نشوف الخطوة الجاية. هعمل دلوقتي الصوص الخطير اللي هنحط فيه الكفتة بتاعتنا. طاسة على النار وحطيت فيها 3 معالق كبار من السمنة، وأول ما بيسيحوا بنزل عليهم ب3 معالق كبار من الدقيق، وبقلب الدقيق كويس واشوحه في السمن كأني بعمل بشاميل بالظبط. بفضل اقلب الدقيق في السمن عشان يتحمص ولون الصوص يغمق. عايزة لون الصوص يكون ذهبي او بني فاتح. دلوقتي انا شامه ريحة قوية جدا وابتدى الصوص يلون معايا. عكس البشاميل، لو بنعمل بشاميل بتنزلي بالدقيق على السمن وتقلبتين كده وبتنزلي بالسوائل الشوربة او اللبن. لا، الصوص هنا هسيبه شوية كده الدقيق يتحمص والصوص يغمق شوية. وكده الصوص خلاص خد اللون الذهبي الفاتح. هنزل عليه بكوبايتين من الشوربة، لو ما عندكيش شوربة حطي كوبايتين من المية. والشوربة هنا طبعا انا متبلاها بس دقتها وهظبط الملح بتاعها. لو انتي حاطه ميه طبعا حطي ملح وحطي فلفل اسود، اظبطي التوابل بتاعتها. وهضيف شويه فلفل اسود صغيرين، ربع معلقه كده، وهستمر في التقليب لغايه الصوص ما يتقل معاه. هو بيكون قوامه لا خفيف قوي ولا تقيل قوي، يعني اخف شويه من البشاميل. نسيت اقول لكم على حاجه، لو انتوا بتستخدموا ميه بدل الشوربه لازم تضيفوا مكعب مرقة أو معلقة صغيرة من المرقة الفورية. وبخلي الخليط على نار تكون متوسطة مع استمرار التقليب لغاية ما بيغلي. لو لقيتيه تقل فبتضيفي شوية من المية أو شوية من الشوربة لغاية القوام ما يظبط معاكي ويكون لا خفيف ولا تقيل. وفي الوصفة الأصلية بيضيفوا معلقة كبيرة صويا صوص وخل تفاح، وفي الآخر بيضيفوا كريمة طهي. لو انتوا حابين تضيفوا المكونات دي ضيفوها، بس انا بحب اعملها بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين، مش بضيف اي حاجة تانية. بيطلع الصوص حلو جدا وبتطلع الكفتة زي العسل. جربوها تعجبكم جدا. وهنا اول ما الصوص بيغلي بنزل بالكفتة وبسيبهم يغلوا مع بعض والكفتة تتشرب من الصوص الجميل ده. بسيبهم على نار متوسطة يغلوا غلوتين كده ويتشربوا من بعض، وكل ما الصوص بيغلي كل ما بيتقل. وهنا خلاص بعد 5 دقايق كانوا غلوا والصوص تقل كده. خليه لا خفيف ولا تقيل لانه لما هيقعد ويبرد هيتقل اكتر. واخر حاجة بضيفها عندي كام عود بقدونس بقطعهم وبقلبهم مع الكفتة. البقدونس هنا هيعلي القيمة الغذائية ويدي طعم حلو قوي للصوص وللكفتة، وكمان بيكسر اللون وبيدي شكل حلو للطبق. شكلها حلو جدا يفتح النفس. بتتقدم معاها البطاطس البيوريه. الكفتة طرية وطعمها لذيذ جدا، والصوص حكاية، طعمه تحفة. يعني هيتاكل قبل الكفتة وهيعجبهم جدا وهيتخانقوا عليه. ممكن تحطي من الصوص على البطاطس البيوريه وتاكليه بيها، وبتاخدي البطاطس مع الكفتة بيتاكلوا مع بعض عاملين ميكس كده رائع. مش محتاجة معاها اي صوصات او سلطة، هي بتتاكل كده حلوة جدا مع البطاطس دي. وممكن تقدمي جنبها عيش
وممكن تعملي رز ابيض، بتكون حلوة قوي مع الرز الابيض. بجد جربوها هتعجبكم جدا وهتعملوها بعد كده على طول. وبكده اكون وصلت لنهاية الفيديو، اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.